بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقل اليوم في العاصمة الجزائرية الشيخ علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. وقالت الهيئة الإعلامية للشيخ بالحاج في بيان لها إن اعتقال بالحاج جاء أثناء مشاركته في احتجاج أمام السفارة السورية للتنديد بمجزرة الحولة بحمص. ونددت الهيئة باعتقال علي بالحاج في الوقت الذي تطرد فيه عدد من الدول الغربية تطرد سفراء سوريا لديها احتجاجا على انتهاكات نظام دمشق لحقوق شعبه. معنا من الجزائر العاصمة رئيس التنسيقية الجزائرية لدعم الثورة السورية، رئيس مركز أمل الأمة للبحوث والدراسات، عبد العزيز حريتي. سيد عبد العزيز، أولا الشيخ بالحاج هل اعتقل فعلا بسبب كونه في مسيرة تتضامن مع الثورة السورية أم لسبب آخر؟ نحن تقريبا اعتدنا على اعتقاله بين حين وآخر. سيدي الكريم، أولا شكرا على الاستضافة. دعني أولا أن أقدم التعازي وأنحني أمام أرواح شهداء مجزرة الحولة، وأقول بأن هذه المجزرة هي مسمار في نعش النظام الجزار، جزار الشام. طبعا أنا لم تصلني معلومات عن اعتقال الشيخ علي بالحاج، لكن إذا كان اعتقل من أجل وقفة تضامنية مع الشعب السوري فهذا فعلا أمر من يذكره التنسيقية وينكره الشعب الجزائري، لأنه كان من المفروض على النظام أن يطرد السفير السوري، وكانت هذه مطالبنا منذ أن بدأ الدكتاتور السوري في قتل شعبه. طيب سيد عبد العزيز، في الجزائر لم نعتد أيضا على مسيرات تضامن مع ثورات ما يسمى بالربيع العربي. الثورة السورية لها تقريبا سنة ونصف، مسيرات كهذه في الجزائر متوقفة منذ فترة، فما الذي يجعلها تتحرك الآن؟ لا، احنا كنا قمنا منذ بداية الثورة تقريبا، عندما أنشئت التنسيقية الجزائرية لدعم الثورة السورية في شهر أوت، كنا قمنا بمسيرات وبوقفات عديدة تضامنا مع الشعب السوري، وقمنا مؤخرا بتنظيم قافلة وهي لازالت سارية المفعول من أجل تضامنا مع قافلة لإغاثة الشعب السوري، وتفاعل معها الكثير من الجزائريين. طبعا مسألة المسيرات في الجزائر هي طبعا نعتبرها توقف المسيرات هو يرجع إلى طبعا موقف النظام منها، حيث في كل مرة تقوم مسيرة في الجزائر إلا وقامت الأجهزة الأمنية بتجييش كل طواقمها من أجل وقفها، رغم من أن قانون الجزائر يسمح بالمظاهرات السلمية. أشكرك سيد عبد العزيز، شكرا. أشكرك، عذرا لمقاطعتك. شكرا لك. من الجزائر العاصمة رئيس التنسيقية الجزائرية لدعم الثورة السورية عبد العزيز حريتي.